السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الحلقة بتاعتنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولو أنت مش مشترك في القناة مستني إيه؟ انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، واثبت وجودك في تعليق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ونبدأ معاكم المشكلة اللي جاية لي. السلام عليكم، ازيك يا عبد الرحمن؟ انا بنت عندي 18 سنة. انا حكايتي بدأت بدري قوي وانا عندي 10 سنين، في الوقت اللي الاطفال فيه محتاجين امهم جنبهم. انا فقدت امي فجأة، كانت ست طيبة جدا. هي كانت الحضن اللي بيطبطب عليا وقت الخوف، واللي يفرح معايا بأي نجاح صغير. موتها كسرني من جوه وخلاني أحس إني يتيمة وأنا لسه صغيرة. كنت بنام كل ليلة على دموعي، بدعي ربنا يخليني أشوفها ولو حتى في الحلم. بعد سنة تقريبا أبويا قرر يتجوز. يمكن هو شاف إن ده الحل عشان البيت يمشي وفي حد يهتم بيا. أنا كطفلة صغيرة كنت متأملة إن الست الجديدة دي ممكن تعوضني، تبقى ليا أم تانية، أو على الأقل تعملني كويس. لكن من أول يوم دخلت في بيتنا حسيت إن حياتي اتحولت لجحيم. فاكرة أول موقف خلاني أعرف إني غريبة في بيتي؟ كنت قاعدة ألعب في أوضتي، سمعتها بتنادي عليا. رحت فرحانة، افتكرت إنها عايزة تتكلم معايا أو تقرب مني. لقيتها بتقول انزلي اغسلي الأطباق، انتي كبرتي ولازم تشيلي شوية من شغل البيت. قلت لها طيب حاضر، بس لما لقيت ايدها ممدودة عليا بطريقة قاسية وكلامها كله أوامر، حسيت إني مش بنت البيت، حسيت إني خدامة. ومع الأيام الموضوع زاد. لو طلبت لبس جديد تقول انتي لسه عندك هدوم، مش لازم كل شوية. لو جيت وطلبت أكل زيادة ترد ببرود كفاية عليكي. ولو حاولت أقعد جنبها في الصالة تبصلي بنظرة تحسسني إني تقيلة. مرة كنت قاعدة بذاكر في الريسبشن، جت قالت لي قومي ادخلي اوضتك، مش عايزة حد قدامي، كأني مش موجودة. كنت بروح لبابا اشتكيله، اقوله بابا هي بتعاملني وحش وبتظلمني. رده كان دايما زي السكينة اللي بتذبحني: استحملي، دي مرات ابوكي لازم تحترميها. كأني انا اللي غلطانة، كأني انا اللي مش عايزة البيت يستقر. الموضوع ما اثرش عليا في البيت بس، حتى في دراستي. بقيت بروح المدرسة وانا مش مركزة، دموعي بتنزل من اقل كلمة. المدرسات كانوا دايما يسألوني مالك، وأنا ما كنتش قادرة أتكلم. لما جيت في الثانوية العامة رغم أني كنت متفوقة، لكن الضغط النفسي خلاني أفقد التركيز. حتى لما نجحت بمجموع كويس ما كانش فيه فرحة في البيت. فاكرة يوم ما جبت النتيجة جريت أوريها، ردت عليا ببرود: عادي، كل الناس بتنجح. الكلمة دي كانت كفيلة تكسر قلبي. حتى وسط العيلة الكبيرة كانت بتحرجني، لو في ضيوف لازم تقولي كلمة تجرحني قدامهم. مرة قريبة سألتها: أنا مش داخلة جامعة السنة الجاية، هدخل؟ ردت: والله مش عارفة، دي ما عندهاش طموح. الكلمة دي حرقتني قدام الناس، وأنا عارفة إنها مش حقيقة، بس هي كان هدفها تخليني صغيرة في عيون الكل. كبرت وأنا حاسة إني مش مرغوبة، حاسة إني غريبة في بيت المفروض يكون أماني وكل أمالي. البيت اللي كان حضن أمي بقى مكان بيدوس على روحي. حتى أبويا اللي المفروض يكون سندي واقف يتفرج. أوقات كتير بحس إنه شايف كل حاجة بس بيتجاهل عشان يرتاح، وأنا بدفع التمن. يا عبد الرحمن، أنا دلوقتي عندي 18 سنة، بس جوايا طفلة صغيرة لسه محتاجة محتاجة كلمة طيبة، محتاجة حد يطبطب، محتاجة أمان. نفسي في حضن أمي اللي راح ومش راجع. سؤالي ليك: إزاي أعيش وأتأقلم في بيت أنا مش لاقية فيه حب ولا أمان؟
وإزاي أواجه قسوة مرات الأب من غير ما أتكسر أكتر. أولا مامتك يعني الله يرحمها، ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويصبرك على الفراق، وإن شاء الله يعني تلتقي بها في الفردوس الأعلى. الفراق أنا عارف بيبقى صعب، وفراق الأم ليس بهين. ربنا يقويكي ويجعلك دايما قوية، وربنا يجعلك من نجاح لنجاح. أولا أنا عايز أقولك الحياة للأسف الشديد هو ده اللي احنا بنعيشه، كلنا هنموت. لابد ان نرضى. انا اللي هقدر اقوله لك ان انت تقدري ادعي لمامتك الله يرحمها. ادعي ربنا يصبرك ويثبتك. اعملي صدقات وتبرعي واعملي خير كتير. قربي من ربنا، اقري قرآن وصلي. اما بالنسبة لبقى مرات الاب، والله يعني مرات الاب طول ما هي بتعاملك معاملة سيئة فليها رب يحاسبها، وربنا ما بيسيبش الظالم، ربنا يمهل ولا يهمل. قولي بس حسبنا الله ونعم الوكيل. فأنا والله أنا بس حتى زعلان يعني من رد فعل الوالد. يعني الوالد المفروض يعني يقف معاكي ويسندك يطيب خاطرك حتى بكلام، يعني حتى مش هقولك بأفعال، بكلام حتى. بس أنا عايز أقولك ما تبصيش على السلبيات، أنت إنسانة قوية إن شاء الله، وركزي في مستقبلك وركزي في جامعتك، وبلاش يعني حوار إن أنت تأجلي الجامعة سنة. بلاش، أنت بتقولي مش عايزة تخشي الجامعة، لأ ما تأجليش الجامعة، خشي الجامعة إن شاء الله بإذن الله تعالى، ربنا يكرمك ويوفقك. بالنسبة بقى ان انت ازاي تعيشي وتتأقلمي في البيت، انا هقولك ان انت هتتأقلمي لفترة معينة ان شاء الله بإذن الله تعالى. ان شاء الله بإذن الله تعالى في يوم من الايام ربنا هيكرمك بابن الحلال اللي ربنا هيجعله العوض ليكي، وهتمشي من البيت. يعني انت مجرد قاعدة يعني فترة معينة، وان شاء الله ربنا هيعوضك، ان شاء الله ربنا هيعوضك. ربنا يمهل ولا يهمل، ربنا ما بيسيبش حد، ربنا ما بيسيبش حد. بالنسبة بقى ازاي تواجه قسوة مرات الاب، قربي من ربنا وادعي ربنا وربنا يهديها عليكي، وحاولي انك يعني تتجنبيها، وحاولي انك تبعدي عنها على قد ما تقدري، وربنا يسلمك من شرها، ربنا يبعدك عن اذيتها، وربنا يعني يكرمك ويقويكي، وإن شاء الله ربنا يعوضك عن كل حاجة وحشة شفتيها في حياتك، وربنا يصبرك على فراق والدك الله يرحمها، ويجمعك بيها على خير في الفردوس الأعلى. وإن شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة. إلى اللقاء.